السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني، انا ايه فودة من قناتي كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة فراخ مشوية بتتبيلة سهلة وبسيطة، وهنحطها في الصينية وهنحط معاها خضار، والخضار هيشرب من تتبيلة الشوي اللي احنا عاملينها. وما شاء الله خفيفة ولا بتسبكي ولا. شايفين ما شاء الله البطاطس مستوية وشاربة من الصوص اللي نازل من الفراخ، واي نوع خضار انت حباها تحطيه. وشايفين ما شاء الله قد ايه الفراخ مستوية. اهم حاجه ان انت تسيبيها في التتبيله اقل حاجه ساعه، وبتقدمي معاها رز ابيض او رز بشعريه زي ما احنا عاملين كده. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا نشوف عملناها ازاي. واول حاجه هنعملها وهي تتبيله الفراخ. معانا هنا هنقول المكونات واحنا شغالين. معانا علبه زبادي كبيره، بسم الله، ومعانا 3 معالق زيت زيتون او اي نوع زيت بتفضليه، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعلقتين كبار من صلصه الطماطم، ومعلقه من الخل الابيض او لو في خل تفاح، ومعلقه كبيره من دبس الرمان. ومعانا البهارات، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من بهارات الفراخ، ونص معلقه من الزعتر، ونص معلقه من السبع بهارات، والملح. يبقى احنا هنا كده حطينا زبادي وتوم وخل ودبس الرمان والصلصه والزيت والبهارات زي ما احنا شايفين كده. تتبيله سهله وسريعه وخفيفه. ومعانا كمان عصير ليمونه، وهنقلب التتبيله كده كلها مع بعضها. وبعد كده ما التتبيله بقت جاهزه معانا وراك زي ما احنا شايفين كده. انت لو انت عاوزه تستعملي فرخه وتقطعيها على 4 قطع او 8، عاوزه تستعملي الوراك وتقطعيها برضو الوركه على قطعتين، بسم الله. غسلينها بدقيق ونقعناها في ليمون وخل وملح. وهنحط الفراخ كده في التتبيله، وهنقلب الوراك كده في التتبيله كويس عشان كل الوراك تتشرب من التتبيله كويس. وكده بعد ما تبلنا الفراخ هنحطها في التلاجة 3-4 ساعات، ونرجع نسويها مع بعض ان شاء الله. دلوقتي بعد ما تبلنا الفراخ وحطيناها في التلاجة 4 ساعات بس، ولو ما عندكيش وقت تحطيها حتى ساعة، بس لازم تسيبها في التتبيلة شوية عشان تشرب من التتبيله. معانا دلوقتي اي نوع خضار انت حباه، ممكن تستغني عن كل الخضار اللي انا حاطاه ده وتحطي بطاطس وبصل بس. معانا هنا بطاطس وبصل وكوسه وفلفل وجزر، ومعانا طماطمايه واحده ونص معلقه صغيره من الثوم المفروم، والملح والورق اللوري، والثلاث فصوص من الحبهان، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من السبع بهارات. ونقلب كل الخضار ده مع بعضه، الفلفل بالملح بالبهارات عشان نتبله كده كويس زي ما احنا شايفين. وزي ما احنا شايفين كده بعد ما خلصنا وتبلنا صينيه الخضار، بسم الله، هننزل عليها بالفراخ اللي احنا سيبناها في التتبيله 4 ساعات. وزي ما قلنا لو ما عندكيش وقت اقل حاجه تسيبيها ساعه. وكده يبقى معاكي فراخ مشويه بتتبيله سهله وسريعه وتحتها الخضار. وكده زي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا ورصينا الوراك على وش الخضار، هندخله الفرن على فرن مسخن على درجه حراره 200. ياخد معانا حوالي ساعه في الفرن، ونغطي وشها، وفي اخر 5 دقايق نكشف وشها تاخد معانا لون. كده زي ما احنا شايفين قفلنا وشها وهندخلها الفرن، وبعد ما تستوي هنشوفها مع بعض ان شاء الله. زي ما احنا شايفين بعد ما الفراخ استوت معانا طلعناها، وشايفين ما شاء الله بطاطس مستويه وشاربه من تتبيله الفراخ. وشايفين ما شاء الله الفراخ معانا قد ايه مستويه وقد ايه دايبه. تتبيله سهله وخفيفه وبتشوي معاها الخضار. احلى فراخ مشويه ممكن تاكليها مع الخضار. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل